النهارده جالكم فكره جميله جدا وباذن الله هتعجبكم. النهارده هكمل معاكم اللعب بتاعه شجره الكريسماس. الحلقه اللي فاتت عملت كور التلج. النهارده هنكمل بقيه اللعب بتاعتنا. بس قبل ما ابدا معاكم اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي فيها حاجه حلوه مع دودي. اول فكره معايا هعمل علبه الهدايا الهدايا اللي هي بيوزعها المفروض بابا نويل على الاطفال. تمام. انا عندي هنا جبت قصيت فوم، قصيت 6 قطع مقاس 3 في 3 الحجم ده كده. تمام. وهبدأ اقفل العلبة بتاعتي معاكم. هقفلها كده بالشمع كده. بالشكل ده كده لحد ما تمسك معايا. اخر خطوة فيها هجيب برضو مربعة مقاس 3 في 3 اي شكل انا حباه. تمام. وهاجي من الظهر هقسمها كده كده وكده. انا عايزة اعمل الفيونكة بتاعتها وكده هتبقى عندي مقسومة كده. تمام. واقطع كل حرف كده، مش هفصلها للاخر، اوصلهم ببعض بس هقطع كل جنب لوحده بالشكل ده كده. تمام. هاجي في ناحية هقص هعملها كده، والناحية التانية هقصها معوجة كده. وهاجي على الحرفين دول هتنيهم بالشمع كده. واثبتهم بالشمع كويس.
الجنب التاني زيها كده، وادوس عليهم برضو لحد ما يثبتوا اهو. بعد كده هتني دي على دي كده، والزقها عشان الفيونكة صغيرة فالتحكم فيها صعب شوية. بقت معايا بالشكل ده كده. هلزقها هنا على العلبة بتاعتي بالشكل ده كده. دي علبة الهدايا، دي اول خطوة. تاني فكرة هعملها هي بابا نويل، بس الاول هعمل الطاقية بتاعته. حابة تتعلق كده تمام، حابة يتعمل وتكمل تبقى بابا نويل برضو تمام، مفيش مشكلة. انا عندي هنا جبت كرتونة اللي هو الرول ده، قصيت منها القطعة كده يعني بالحجم ده تمام. وجبت عندي خيط صوف، قصيت طول اللي انا قصيتها 20 سنتي، هو ده اللي انا هستخدمه تمام. همسك واحدة واحدة واتنيها كده نصين، وادخلها واسحبها كده، هتبقى معايا بالشكل ده كده. اكررها تاني اهو كده، واسحبها من تحت، هتبقى معايا كده تمام. انا قصيت كمية، هكرر نفس الخطوة دي كده اهو كده، هكررها كلها بالشكل ده. لو حد اهو سهلة جدا لو حد عملها كده اهو كده. بعد ما عملتها كلها بقت بالشكل ده كده تمام. همسك اللي نازل ده كله وهقلبه الناحية التانية واطلعه كده بالشكل ده كده. واربطه اهو كده كده. اربطها تاني كده اهو. دي انا مش هقصها، انا بس هساوي
الزيادة دي اهو كده اسويها، انا مش عايزاها كبيرة. دي انا مش هقصها، هربطها عشان دي اللي انا هعلق بيها اهي كده. دي الطاقية بتاعت بابا نويل. تمام، هي ممكن اعلقها كده في الشجرة وممكن اكملها. انا هعمل وش بابا نويل وهلبسه الطاقية دي. تمام، انا هجيب خيط صوف ابيض. تمام، وهبدأ الف على ايدي كده هدخل دي من هنا واكمل لف. دي انا هربط بيها في الاخر. هلف كمية كده كويسة على قد كورة كده اهو. دي هتبقى الراس بتاعت بابا نويل. كده اهو، انا حباها تبقى مليانة بالشكل ده. وبعد كده هربطها كده ربطتين عشان ما تفكش مني بالشكل ده كده. وهبدأ افتح وهعمل كورة تانية زيها صغيرة اهو كده اهي. بالشكل ده كده. وهسويها كده تبقى كلها سوا بعض وتطلع بمنظر حلو. كده اهو كده. تمام، وابدأ اكورها كده
هتديني شكل الكورة كده اهو. تمام، هبدأ بقى اساوي. ده جزء. تمام، هبدأ اعمل كرة تانية بس صغننة. كده اهو. واربطها برضو واقصها واسويها زي الكرة الكبيرة اهو. انا قصيت الكرة التانية صغيرة. تمام، وبعد ما سويتها جبت المشط وسرحت فيها كده. تمام، بقت معايا بالشكل ده كده. ماشي، ودي الكرة بتاعتي اهي. دي كده الدقن بتاعت بابا نويل، وهثبتها كده بالشمع. كده ثبتها فيها كده. تمام، وهجيب الطاقية هثبتها برضو من فوق كده بالشمع برضو. اهو كده كمل معانا بابا نويل بالشكل ده، يتعلق معانا في الشجرة اهو. دي كده تاني خطوة معانا. تمام، تالت خطوة معانا في الزينة بتاعت شجرة الكريسماس. هعمل اللي هو العكاز. تمام، عندي هنا فوم ابيض. كل الفوم اللي عندي ده هو فوم، انا مش جايبه حاجه مخصوص يعني. وهرسم العكاز. ماشي، انا هنا رسماه هقصه على طول اهو. سهل جدا، ممكن نعمله برضو بالكرتون.
اهو ده العكاز اهو بعد ما خلص العلاقة بتاعته كده تمام. وعندي برضو النجمة انا هنا رسماها عشان بس اختصارا للوقت. هقصها وهبدأ برضو ايه الزقها زي ما انا لزقت العكاز كده، هلزقها معاكم كده اهو. الرسومات كلها واللعب كلها بتاعت الشجرة سهلة، مش صعبة خالص. اهو كلها بتتعمل من بواقي فوم، عندنا بواقي خيط صوف. كده اهو النجمة اهي. هبدأ برضو الزقها هنا مع بعض، بس قبل ما الزقها برضو هجيب قطعة من الاستيك ده. ممكن الاستيك ده ابدله بقطعة صوف، ابدله بقطعة خيط عادية، ابدله بقطعة استيك، او الاستيك اللي هو الاستيك بتاع الفلوس ده برضو اهو. كده الزقها كده واثبت دي والزق عليها اهو. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. اهي بقت بالشكل ده وتتعلق برضو اهو. بابا نويل ممكن اعمل الطاقيه بتاعته بس، وعلبه الهدايا برضو ممكن اعمل لها علقه هنا برضو تمام. المره اللي فاتت عملت صور الثلج، وباذن الله هعمل معاكم الشجره، وهعمل معاكم بابا نويل برضو بطريقه تانية. يا رب تكون فكرتي عجبتكم، واتمنى تشتركوا في القناه وتدعموني دايما باشتراككم في القناه عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي فيها حاجه حلوه مع دودي. كل سنه وانتم طيبين.